السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل بسكويت النشا. نصلي على النبي كده الأول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في المقادير. إن شاء الله معانا 3 كيلو دقيق، ومعانا كيلو سمنة، ومعانا كيلو وربع سكر. لو عايزة السكر خفيف شوية تبقى كيلو، عايزاه يعني مسكر شوية كده يبقى كيلو وربع. إن شاء الله معانا 20 بيضة. لو بيض سوبر ماركت يبقى 15 بيضه بس، اما ده بيض بلدي حجمه صغير فهنعمل 20 بيضه. ومعانا كوبايه ونص لبن. من الكوبايه دي كوبايه ونص لبن، يعني كل كيلو عليه نص كوبايه لبن بس، ما تكتريش في اللبن. وان شاء الله معانا البيكنج باودر كيلو كيس ونص بيكنج باودر، كل كيلو عليه نص كيس. ومعانا 8 اكياس فانيليا. ومعانا ريحه البرتقال، ده قصنص برتقال ده. تمام. والنشادر طبعا، النشادر دي هناخد كل كيلو عليه معلقه كبيره. تمام كده. ان شاء الله هنبدا نستخدم ان شاء الله، هنعمل معاكم اهو ان شاء الله. هنعمل في البيض الاول ان شاء الله. هنطبخ البيض بسم الله. طيب هخلص كميه البيض وارجع لكم. يلا رجعنا لكم تاني بعد ما خلصت طبقش البيض كله خلصته. هنحط طبعا نضيف الفانيليا. طبعا انا هضرب البيض لوحدي كده بالمضرب اليدوي ده، واجهزه كده لوحدي قبل ما احطه على على الخليط. هنفضي الفانيليا كلها اهو. الفانيليا كلها. هنضرب. بحب اضرب البيض كده، بحب اضرب البيض كده لوحدي واجهز كده. البيض جاهز كده. طبعا هنجيب معانا العجينه دي. تمام. هنفضي الدقيق، هنفضي اسفل السكر. تمام. وطبعا انا هشتغل بايديا. طبعا اللي عنده مضرب كهرباء او عجان يشتغل فيها عادي، بس انا هشتغل بايديا. هنفضي طبعا السمنه، ده كيلو سمنه. نفضيه كله كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. وهضرب بقى السمنه، هضرب السمنه مع السكر. السكر ده بودر يعني طحناه في البيت ونخلاه. تمام. هضرب طبعا الخليط كله ده لحد ما يبقى كريم وارجع لكم تاني. يلا رجعنا لكم من تاني. شايفين السمنه والسكر لازم نخلط فيهم لحد ما يبقى بالطريقه دي. شايفين عملوا ازاي؟ زي الكريم. عملوا فوم كده ورقوه اهو زي ما انتم شايفين كده. انا فضلت اعمل فيهم اهو. لازم برضه نخلط شويه كمان كده اهو. هو ده اللي بيخلي البسكويت طالع هاشش وخفيف زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين لازم يبقى فيه رغوه كده وبهشاشه، لازم يبقى زي الكريم. متنساش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي اهو. هنضيف البيض مع بعضينا، البيض اللي انا خلطته مع بعض كده. تمام. تمام كده اهو. وهنخلط مع بعض كله.
ننزل اللي في الجوانب كده. تمام كده. هخلصه كده وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. كده خلاص خلصنا كده الخليط تمام كده اهو. كده ده السكر والسمنه والبيض ضربناهم لما بقى زي الفوم كده مع بعضهم كده اهو. تمام كده. كده معانا لبن دافي بسيط. هنحط 3 معالق نشا. تمام. 3 معالق كل كيلو عليه معلقه. 3 معالق كبار نشا. وهنحركه. تمام. وهنضيفهم على الخليط اللي قدامنا وهنقلب. تمام كده. طبعا انت لو عندك مضرب كهرباء طبعا هيقوم بالمهمه دي، او عجان طبعا، بس انا طبعا ما عنديش فبعمل بايديا يعني اهو. وتمام برضه جدا زي ما انتم شايفين الخليط تمام. نخلط تمام كده، نخلط حلو ماشي زي ما انتم شايفين كده اهو. لازم كل حاجه تحطيها تخلطيها تمام، تتخلط كده تمام مع العجين كله مع بعض. هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ هنحط البيكنج باودر على الدقيق، كيس ونص. حطيت كيس اهو، واخد من الكيس التاني ده نص. تمام. نص الكيس التاني اهو، حبه كمان. تمام كده. طبعا اهو ناخد الخلطه كمان كده اهو عشان هننزل بالدقيق. طبعا ممكن ياخد الدقيق كله، ممكن يفيد حاجه بسيطه من ال3 كيلو على حسب المكونات بتاعها. يعني مش لازم تاخد ال3 كله، ممكن يفيد حبه يعني. اهم حاجه العجينه تكون مظبوطه كده اهو. معانا اهو تمام كده. هننزل بال3 كيلو ده، هخلي حبه مش هنزل بيه الكل. تمام. هخلي دول وهنقلب وهنشوف. بسم الله. طبعا بايد واحده اهو زي ما انتم ملاحظين كده، بايد واحده وبقلب. طبعا ما بنعجنش، طبعا البسكويت ما بيتعجنش، بنقلب كده بايد، بنقلب بس كده. تقليب بس. تمام. طبعا العجينه لسه عايزه دقيق، هنضيف شويه كمان. خلي الحبه دي يعني. تمام. هخلص وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. طبعا ورجع لكم تاني. عجينه طبعا، العجينه اهي. طبعا عجينه البسكويت ما بتستعجلش كتير، عجناها بس هي فيها سن الترزيج. معايا حبه الدقيق بس، يجي معلقتين طبعا هضيفهم، فيها سن الترزيج بس هضيفهم كده. وطبعا حطيت اصلص البرتقال او ريحه البرتقال، حطيتها بس ما اتصورتش. طبعا ما حطيتهاش كلها يعني، خليت حبه بسيطه دي. طبعا هلف بس دي كده بحبه الدقيق دي. طبعا عجينه البسكويت ما بتتعجنش، بس هنقلب كده تقلبه بس كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. تقلبه بس كده، نتوه حبه الدقيق دي بس كده وكده تمام.
طبعا ما بحبهاش تقيله جو ناشفه، يعني عادة البسكوت كل ما تكون خفيفه معاك وطريه شويه كده البسكوت بيطلع هاشش، وبيطلع فيه فراغات من جوه وهاشش وخفيف وحلو. طبعا كده خلاص خلصنا كده اهو. روحنا حبه الدقيق كده تمام كده. طبعا هنجهز المكنه وهنسخن الفرن طبعا، وهنرجع لكم تاني واحنا بنشتغل. يلا ورجعنا لكم تاني يا حبايبي اهو، واحنا بنقطع البسكويت. ركبنا المكنه، البسكويت نازل سلس وجميل. طبعا انا بشغل لوحدي اهو. بسكويته جميله. طبعا لو حد بيشغل كنت هعرف اعمل اكتر من كده. ونطلع الصباع صغير اهو زي ما حضراتكم شايفين. لا بتلزق في الايد ولا اي حاجه، نازله بالمكنه جميله جدا. طبعا الصباع ده مش عاجبني احوشه طبعا ممكن لو في زياده تشيلها عادي بالسكينه ولا حاجه. تخلي فراغات كده بينهم، عشان طبعا البسكويت النشارف ده ممكن يزيد شويه. طبعا هملى الصينيه دي وارجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي بعد ما عملنا الصينيتين دول صورناهم لكم تشوفوهم هما بالطريقه دي يا حبايبي. ان شاء الله ندخلهم الفرن وبعد ما نخلص هنوريهم لكم. طبعا احنا دخلنا الصينيه الفرن اهي، طبعا زي ما انتم شايفين اهو. طبعا بندهن الصينيه دهن الزيت الاول قبل ما نحط عليها البسكوت زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. اول ما تستوي هنجيلكم تاني عشان ما نطولش عليكم. اهو يا حبيبي البسكوت بيستوي في الفرن اهو. طبعا اهو قدامكم جميل زي ما انتم شايفينه كده في الفرن اهو. حاطينه في الرف الوسطاني والبوتاجاز بالبهاد. ان شاء الله اول ما اطلعه ان شاء الله هوريهولكم. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي اهو بعد ما خلصنا البسكوت بتاعنا. اخر صينيه طلعناها من الفرن. شايفين التسويه؟ تسويه جميله، بسكويت خفيف وهش ان شاء الله يعجبكم جدا. شايفين بسكويت خفيف وهش جدا وجميل. اتمنى الفيديو يعجبكم. بسم الله ما شاء الله على التسويه. تسويه جميله كلها زي بعضيها. بسكويته خفيفه جدا وتسويتها مظبوطه ومقاديرها مظبوطه. ما تنسوش تعملوا بقى لايك حلو كده وكومنت كده من عندكم واشتركوا في القناه ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد. وعايزه تقولوا لي رايكم في البسكوت الجميل ده. بسم الله ما شاء الله حاجه جميله قدامكم اهي اهو يا جماعه. هاشش من جوه فراغات خالص وهاشش من جوه جميل جدا اهو. شايفين هاشش من جوه بفراغات جميل جدا اهو يا جماعه. دايب جدا، دايب وهاشش وجميل. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا له اشتراك. وعايزاكم تقولوا ايه رايكم في الفيديو الجميل ده والبسكوت الجميل ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.